أنا أحمد علاء، حابب أتكلم معاكم النهاردة في شوية حاجات عن الأهلي عامة. أول حاجة أنا حابب أبدأ بيها بعد أي خسارة، طبعا كان متوقع مع أي جمهور نادي، وطبعا ده شيء عادي يعني. فكرة إن أنت بتيجي تنتقد المدرب، تمام. أولا النهاردة مثلا تقدر تقول النهاردة دي من أحسن مباريات كولر اللي أدارها مع الأهلي. ليه؟ أنت النهاردة مثلا ممكن تقول فكرة إن أنت بتواجه فريق عادي، فريق مش خاطر بالنسبة لك. الشوط الأولاني حسيت بكده، أكيد كلنا حسينا من الحتة دي. بس انت لو ركزت في العناصر اللي انت كنت بتقابلها النهارده، اولا الفريق ده طبعا كله خد باله معدل الاعمار بتاعه عالي جدا. فيكتور الحارس 43 سنه اعتقد. كينو طبعا وينج، يعني البيراميدز مش محتاجين نتكلم عليه. عندك كانو المهاجم الارجنتيني 35 سنه، ده كان السنه اللي فاتت مساهم في 40 جول او مسجل 40 جول. جانسو ده رقم 10 اللي في نص الملعب، اللي هو البلاي ميكر. جانسو ده اصلا كان من جيل نيمار، وكان بيلعب في سانتوس البرازيلي، وكان من اللعيبه اللي هي كانت متوقع لها سيناريو عالي جدا. وكان احترف في اشبيليه. وعندك مين تاني؟ عندك طبعا مارسيلو، يعني اسطوره ريال مدريد، من افضل يعني، عادي جدا افضل باك شمال في العالم. وعندك فليب ميلو ده ليه مسيره كبيره جدا في اوروبا، والناس طبعا عارفاه يعني في حته بالميراس، وانه واجه الاهلي قبل كده وشينا وصد منه ضربه جزاء. لكن هو ده من الناس اللي كان ليها مسيره كبيره جدا في انتر ميلان وفي جالاتا سراي. فالنهارده انت كنت ممكن تكون شايف ان الفريق النهارده سهل جدا. لا، هو مش فريق سهل، هو كولر اللي باين لك ان هو سهل. في حته ايه؟ معدل الاعمار ده، يعني هي ممكن دي غلطه تتحسب على اللعيبه شويه. في حته اللي انت النهارده لما تلاعب فريق زي ده، فريق فيه خبره في الملعب، فانت مش بتلاعب ناس، مش بتلاعب هواة بمعنى صح. حتى لو تاخد بالك ان المواهب قليله، انت مارتينيلي، كينيدي، فالعناصر قليله في حته السن، يعني في معدل اعمارهم قليلين. فانت النهارده كنت لازم تستغل اي فرصه جات لك. طب انت جات لك فرصه الاول بيرستاو، كوره مثلا بتاعت فليب ميلو، على فكره هو اتعمل فيها، فليب ميلو اتعمل فيها بشكل كويس جدا. وبيرستاو فكر في اكتر تفكير منها، فكر ان هو يركنها في البعيده او يصلح اللي جاي. وعندك كرة كهربا، وعندك كرة حسين الشحات، وعندك كرة كهربا بتاعت الشوط التاني. فانت النهارده انت قدرت توصل، وده رأيي، ده هدف المدرب الاول والاخير، ان هو انت توصل للجول. فكرة ان انت بتسجل الجول، طبعا يعني دي غلطة، يعني غلطة لعيبة، فبناء عليها غلطة مدرب. لكن انت هترجع للغلط الاساسي. هو الغلط النهارده مش غلط مدرب. الغلط الاساسي في ايه؟ انت ما عندكش مهاجم. كهربا مش مهاجم، والناس اللي كلها عارفه ان كهربا مش مهاجم. كهربا وينج، ولعب في الاتحاد السعودي وينج، ولعب مع الزمالك وينج. ودي مش مشكله النهارده او مشكله البطوله دي. انت لو رجعت كاس العالم من الانديه اللي فات، شريف قدام فلامينجو، الانفراد اللي ضاع ريال مدريد قدامها، شريف ضيع نفس الانفراد. لو هتتكلم ماتش بالميراس، الناس اللي فاكره كاس العالم بتاع ماتش الهلال 2022 اعتقد، نفس الكلام. بتوصل، بتروح، تخلق فرص كبيره جدا. بل بالعكس، ماتش بالميراس ده انت كنت بتلعب في الفريق الثالث لما كنا فريق في كاس الامم الافريقيه، وقدرت توصل للجون. ما سجلتش، دي مش بتاعت المدرب. ودي مشكله برضو، في جزء منها جزء مدرب. انت ازاي، مش هقول لك ازاي ترضى، هو طبعا كل مدرب طبعا يحسب لكولر ان هو وصل للمرحله دي بفريق زي ده. بس هو الغلط الاساسي غلط مجلس اداره. انت النهارده رحت جبت انطوني مودست، مع احترامي ليه يعني واحترامي للناس اللي جابته، بس هو انت بتتكلم النهارده، هو مش هقول ماذا قدم انطوني مودست، احنا لسه في بدايه الموسم، بس ماذا سيقدم انطوني مودست. مودست مهاجم كويس على فكره، بس ما اتجابش السنه دي، ما كان يتجاب من سنتين من ثلاثه، كنت هستفاد بيه. سيبك ان هو اصلا من سنتين ثلاثه ما كانش هيرضى يجي مصر. طبعا فرق كواليتي، واحد بيلعب كولن الماني بروسيا دورتموند، فالاهلي. فبرضو انت المفروض اولا، هل انت عملت له كشف بدني؟ عرفت المرحله البدنيه اللي هو فيها؟ لا. طب عرفت ان هو كان من غير فريق، وان هو ما خدش فتره اعداد مع حد؟ لا، انت ما عرفتش كل الكلام ده، انت نزلته في الملعب. وكمان السنه دي، الموسم ده مختلف عن اي موسم تاني. انت الموسم طول عمرنا بنبدا الدوري تمهيدي افريقيا، وبعد كده بتبدا تدخل على المجموعات. انت الموسم ده لعبت 4 مباريات او 5 مباريات في الدوري، وبعد كده رحت داخل على بطوله السوبر ليج اللي لسه عندنا السنه دي، داخل تلاعب معدلات مباريات احتكاك عالي جدا انت كنت بتقابله في اخر الموسم، وانت بتقابله دلوقتي في بدايه الموسم. ومع كمان معاك، سيبك مش هتكلم طبعا عن بقيه لعيبه، انا بتكلم في جزئيه موديست. ده مهاجم انت مش عامله اعداد بدني، وهو كمان ما حضرش فتره الاعداد معاك. موديست اول ماتش ليه وصل هو ما لعبهوش، بس كان ممكن يلعب فيه لولا كان البطاقه الدوليه، كان ماتش اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي، هو ما لعبهوش. فهو ما دخلش على فتره اعداد، هو دخل على الفريق مباشره مره واحده. فده طبعا اثر عليه على المستوى البدني، واتحرق عند الجمهور. النهارده مثلا اي حد بيتفرج على الفيديو، انت مش عايز انطوني موديست ينزل.
طب هل المهاجم اللي انت المفروض جايبه من بروسيا دورتموند يوصل للمرحله دي؟ لا. انطوني موزيس اتطرد، ما فيش حد فينا زعل، ما فيش حد فينا فرح ان هو اتطرد، اللي هو ما حدش فينا زعل ان هو مش هيلعب الماتش الجاي، الناس كلها كانت عادي جدا بالنسبه لها. طب هل انت جايب مهاجم عشان يوصل للمرحله دي؟ لا. انت اخطائك كلها متكرره السنه اللي فاتت. بتوصل، بتحقق فرص، بتلعب كويس جدا، بتقدر تقفل مفاتيح اللعب، بتحجم فرص الفريق اللي قدامك. انت السنه اللي فاتت عملت ماتش كويس جدا قدام ريال مدريد طبعا، غير النتيجه. انت عملت ماتش كوره في الملعب، الناس اللي اتفرجت على الماتش كوره في الملعب انت وصلت. فكره المدرب ان انت لازم تخلق فرص، المدرب مش هيسجل لك الكوره. انت اخطائك كل سنه متكرره. راجع كده معايا المهاجمين اللي جم معاك. محمد شريف وينج اساسا، كان بيلعب في وادي دجله وينج. شريف بيلعب وينج. شادي حسين ما لعبش 3 ماتشات اعتقد. وولتر بواليا طبعا مش محتاج اتكلم يعني، ما عملش اي حاجه تذكر. اليو بيجي يمكن المهاجم الوحيد اللي فيه فكره ان هو مهاجم كويس، ما كانش فيه اقتناع منه موسيماني فما لعبش. مين تاني كان موجود؟ ما فيش حد اللي هو تقول يعني انت ما عندكش مهاجم اللي هو المهاجم اللي احنا بنشوفه في افريقيا عادي، اللي هو قبلك السنه اللي فاتت الهلال لما كان عنده مهاجم ليلوبو او مش فاكر اسمه بالظبط، كان عنده مهاجم بيلعبك، فالهلال معاه مهاجم، الهلال السوداني. كان الوداد معاه صامبو بتاع المهاجم اللي بتاعهم السنغالي. انت الفريق الوحيد اللي ما عندوش اللي ما عندوش مهاجم، ودي تحسب للمدرب ان هو قادر يوصلك اللي انت بتواجه فرق مع احترام لاي حد، ما فيش حد في القاره دي هيقابلها غير النادي الاهلي. فلومينينسي البرازيلي، كوبا ليبرتادوريس، مارسيلو فيليب ميلو، الناس دي كلها انت هتسمع عنها. ان النهارده انت الفريق الوحيد في البطوله اللي معهوش مهاجم، او الفرقه اللي احنا عارفينها بمعنى صح يعني. سيتي جايب هالاند، الاتحاد جايب بنزيما، وانت مع احترامي يعني لاي حد معكش مهاجم اساسا. والنهارده بتلعبهم، بتلعب كانوا 40 جون السنه اللي فاتت، بتلعب كينيدي بره نازل. شوف طبعا مش محتاج اتكلم يعني، كينيدي كمان كام سنه ده هيبقى خناقه اوروبا، ده لو ما كانش السنه دي. فانت مشاكل النادي الاهلي كلها هي مش مشاكل بتظهر كل مباراه، هي مشاكل بقالها سنين مع النادي الاهلي. فكره فين المهاجم اللي يقدر يترجم الفرص دي كلها؟ وعلى فكره يا جماعه، فكره بس الناس بتتكلم على ابو بكار وموليكا، يعني الناس دي طلعت ازاي؟ مين اللي عمل ابو بكار ومين اللي عمل موليكا؟ الناس دي اتولدت مره واحده، ده في بشكتش التركي و وده برضه في بشكتش التركي، وده نجم منتخب الكاميرون، لا طبعا الناس دي يا جماعه طلعت من قاره افريقيا، من القاره اللي احنا فيها. احنا ليه ما عندناش كشافين اللي هتنزل تشوف القاره دي، تنزل تشوف القاره فيها ايه، تكتشف القاره؟ انت عندك مواهب وعندك الناس دي بتطلع. ما تسال نفسك ليه النهارده مثلا منتخب زي السنغال ومنتخب زي كوت ديفوار والمنتخب دي كلها، ليه المنتخبات دي عندها منتخبات قويه بس عندها انديه ضعيفه؟ الانديه دي خلاص النهارده بقتش بتركز على افريقيا، بتركز على اوروبا، بتركز على انها تعمل منتخبات فعلا تقدر تحقق بيها انجازات زي المغرب. شوف، حاول تخطف مهاجمين من دول، شوف الانديه دي بتجيب مهاجمين منين. النهارده في فرق في القاره، في مازيمبي يا جماعه، في مازيمبي ده اللي الناس اللي بتتفرج على كوره يعني من زمان، 2009 مازيمبي، الناس عارفه ملعب مازيمبي ده كان بيبقى عامل ازاي على الاهلي وعلى الزمالك وعلى الترجي وعلى الوداد وعلى اي حد بيجي يلعبك. الفرقه دي النهارده ما بقتش تركز على اللي احنا فيه، الناس دي كلها بتركز. اسمه مازيمبي ده مطلع موليكا، ومطلع علي سماطه لو حد يعرفه يعني، لو الناس اللي عارفه كوره، كان اللي بيلعب في استون فيلا مع تريزيجيه. فالناس دي يا جماعه دلوقتي بتركز على اوروبا. انت لازم تركز، انت لازم تركز، لازم تجيب مهاجم، مش لازم تروح تدفع فلوس، مش لازم كل شويه، مش فكره لاعب يعني يلا ادفع فلوس. مروان عطيه اللي انت جبته منين؟ جبته من الاتحاد السكندري، مع احترامي طبعا لنادي الاتحاد يعني، بس ما رحتش جبته من بايرن ميونخ عشان دورت وشفت قدامك. اليو ديانج رحت جبته منين؟ ما انت رحت جبته من الجزائر، ما جابش مليون دولار. علي معلول ما انت رحت جبته من الصفاقسي. ليه ما بنركزش؟ ليه لازم نجيب اللاعب اللي جاي من اوروبا؟ مع احترامي ليك، هو انت لو يعني بتتفرج على الفيديو، وانت لو بتلعب في اوروبا وبتلعب في ليفل عالي جدا وكوره وهاي كواليتي وبتلعب المارسيلو وبتقابل الناس دي كلها، هتيجي هنا ليه؟ انت بتيجي هنا جاي تخلص. ما تبص، مع احترامي طبعا النجوم اللي راحت الدوري السعودي، بس هم راحوا ليه؟ راحوا عشان الفلوس. انت عايز مهاجم يجي قد كوره، وعادي جدا زي ما عملت مع ايفونا مثلا، يبقى عندك مهاجم يجي يلعب عندك سنتين ثلاثه وتطلع اوروبا زي ما جبت هتجيب غيره. بس يعني دي كانت بالنسبه لي من اهم المشاكل مع الاهلي وبس كده.